نص كيلو من دقيق المخبوزات، معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من اللبن البودرة، رشة ملح، بيضة كاملة بدرجة حرارة الغرفة، فانيليا. بعد ما لميت العجين هضيف معلقتين من الزبدة السايحة او الزبدة الطرية وابتدي ان انا اعجن فيها كويس. كوباية من السكر عليها ربع كوباية من القرفة، 100 جرام زبدة سايحة. محتاجين ان احنا نغلفها كويس قوي بالزبدة علشان العجين ما يلزقش فيها. هقسم العجينة نصين او اكتر وهوريكم طريقتين للتشكيل. هات نص العجين اللي انا قسمته وفردته بايدي بالشكل ده، بعدين هجيب قطعة البيتزا واقطعها كده بشكل عشوائي، مش محتاجين نفس الاشكال او نفس الاحجام. اخد مكعبات كده واكورها على ايدي، انزلها في الزبدة، سكر بقرفة، واحطها في القالب. الرص اول طبقة في القالب. ناخد بالنا ان الكور نحطها الجهة اللي غطستها في الزبدة بعدين في السكر، عشان بعد كده لما هاجي اقلبها الحتة دي هتكون السكر فيها ساح مع طبقة الزبدة اللي انا دهنتها الاول، فهتخلي العجين بتاعي من بره كده شكله كله واخد نفس اللون، وهتعملي زي طبقة صوص كراميل بالقرفة خفيفة كده رشة زبدة خفيفة ما بين الطبقات وبعضها. التشكيلة التانية بفرد برضو قطعة من العجينة كده هنا بطبقة محترمة من الزبدة بقطعة البيتزا برضو. باخد القطع وبكورهم كده واخلي الجزء اللي عليه زبدة بره واحطهم في الطبق اللي فيه السكر، بعدين برجهم كده في طبق السكر واحطهم في القالب. هسيبها ترتاح لمدة نص ساعة تقريبا في مكان دافي. الفرن على درجة حرارة 220، هتحتاج تقريبا تلت ساعة لحد ما وشها يحمر. هطلعها اغطيها بورق فويل واخليها تكمل سوا تاني لمدة 15 دقيقة. مهم ناخد بالنا ان احنا نحطها في الفرن على صاجة او صينية، لانها لما بتنتفخ احيانا بتوقع سكر او زبدة، فعلشان ما ينزلش ده في الفرن بتاعنا ويعمل دخان او ريحة وحشة، فالاحسن احنا نحطها على صينية. بس كده، جربوها وقولوا لي رايكم.